يبلغ من العمر 77 سنة بتهمة ممارسة طقوس السحر والشعوذة في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغلزان. تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلعسل من توقيف شخص يبلغ من العمر 77 سنة بتهمة ممارسة طقوس السحر والشعوذة من أجل الحصول على منفعة مادية أو معنوية بمنزله العائلي. العملية جاءت على إثر معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية مفادها قيام أحد الأشخاص بإقليم الاختصاص بممارسة هذه الطقوس على مستوى منزله العائلي. استغلالا للمعلومة تم تنشيط الاستعلامات وتحديد هوية الشخص المشتبه فيه وعنوان المنزل. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غلزان تم وضع خطة محكمة للإيقاع بالمشتبه فيه، حيث تمت مداهمة منزله وتفتيشه، أين تم العثور على مستلزمات تستعمل لهذا الغرض، تتمثل في مخطوطات وكراريس بها طلاسم، خليط أسود اللون، أحجار الدومينو، علبة مسامير، 3 هواتف نقالة، أظرفة بريدية فارغة، مقص وشموع، أقلام قصبية من أجل الكتابة، قطعة حديدية ملفوفة بكيس بلاستيكي، قارورة صغيرة بها مادة سوداء، قارورة بلاستيكية صغيرة بها بذور، ليتم توقيف المعني واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوف والمحجوزات أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غلزان.